أيوة، السلام عليكم. طبعا نوجه تحية للشعب الليبي، الشعب الليبي الواعي، الشعب الليبي اللي يحب بلاده، الشعب الليبي اللي قدم الشهداء لبلاده. طبعا أنا درت التسجيل هذا بالرد فيه على التونسي اللي يدوي على ليبيا، أنا من الليبيين همجيين، وأنا من الليبيين يجوهم غادي يديروا في العار، وأنا من الليبيين وأنها تونس تعالج الليبيين. وانا طبعا هي تونس ما تعالجش فيهم بالبلاش، هذه اول حاجه عرفت. والليبيين يجوا في تونس ويعالجوا في احسن مستشفيات وارقى مستشفيات في تونس. حتى انت اللي تونسي تيلي عمرك ما خشيت المستشفى اللي يجي يعالج فيه الليبي بفلوسه، عرفت. طبعا انا نبي ندويله على وما تقارننش ببعض. ليبيا وتونس راه مش واحد بكل، هنا وطنيه وهنا بيع رسمي. انا بروحي هديت تونس غادي. طبعا لما تخش تونس في المطار يعطوك كارت مع الجواز، يسجلوا لك في بياناتك وسبب الزيارة متاعك، سياحة ولا علاج، ودوا كيف هالدوا. المهم انا جيت للشقة، قعدت قريب اسبوع كياي. طبعا كل يوم تنزل بجوازك والكارت، كل ما نبي ننزل بجواز الكارت. في يوم نسيت الكارت والله مش عارف، طاح مني هو في الشقة. المهم مسكني الحاكم، خطنا من الشارع كيا حقي كيا عرفني ليبي. طبعا نختلفوا على بعضنا نحن من لبسنا ومن ينعرف الغريب. انت تونسي تجيني في ليبيا انا اعرفك من بعيد، وانا ليبي نجي هيك يعني عادة هيك الناس. المهم عرفني ليبي، قال لي اوراقك. طبعا معي واحد صاحب بعد مد الكارت متاعه وقال لي كذا انت جوازك وين الكارت. قلت له مش قاعد، الكارت شكلي نسيتها في الشقه. لا كيف ومش عارف شنو. ني بيتصل من بالدوريه تجي تاخذني. قال لي تو نتصل بالدوريه وني المهم حتى لاسلكي ما عنده. عرفت طلع تليفون راح يرن وني بعدين جاني قال لي افرح بيا. قلت له شنو؟ قال لي افرح بيا. قلت له كيف نفرح بيك يعني؟ شنو غني لك ولا شنو تبيني ندير لك؟ قال لي افرح بي اخو، يعطيني $50. قال لي نطلقك انا ما تبيش. قلت له شنو $50؟ قلت له ما عنديش. المهم من انا صاحبي ني يلا قمت له 20 جنيه. خذاني اعطاني الجواز. قال لي شاب راهو انزل بالكارت مرة اخرى. خلاص يعني باع بلاده هيسب 20 جنيه. يعني افرض انا رابي يا سيدي، افرض انا مطلوب، افرض انا جيت بالغلط، يعني باع بلاده هيسب 20 جنيه. تخزي شنو هذا؟ انت ما تقارنانش بكت. انت شوف الشرطي اللي عندنا نحن هنا في ليبيا عشان ياخذ في مرتب تونسي 4 مرات، ويحب بلاده ويغار بلاده. انت غير انت وكانك قاعد في ليبيا، انا تو ناخذك ونشيلك نقمزك في وحده من البوابات اللي عندنا هنا في ليبيا، عرفت، وتشوف كيف الليبي عامل في الاجنبي، عرفت. طبعا هذه حاجه اسمها افرح بي، هذه ما نعرفوهاش بكل، مش كيف كم وواحد ما عندهش إقامة، واحد ما عندهش عنده حاجة غلط في جوازه أجنبي يكون وقاعد في ليبيا، ما فيش حاجة اسمها أفرح بيا ولا رشوة ولا ما نبيعش بلادي أنا حتى علي 100,000 جنيه. أنا بروحي راجل أمن، مستحيل نبيعها بلادي. مش انت ما تقارنش ببعض. انت غير بحث في الخريطة، انت مش واحد بكل يا راجل. ما عادش تدوي على ليبيا. هي في كلمة يقولوا فيها ليبيين مصمص مامك بالزهر قبل ما تحكي علينا يا راجل. انت معقولة هذه دوة تدوية على ليبيا يا راجل؟ وانا اقول لك يا راجل والله ما انك راجل. انت لو خطم عليك الرجولية بكل انت ما نكش راجل، مع احترامي للتوانسة الناس اللي تفهم صح مش كيفك انت. ما يتقارنانش. نقول لك اي حاجة، نحن الليبيين عندنا وطنية غير عادية. نحن الليبيين مقدمين شهداء. انت غير ساد غير التوانسة اللي يدزونا فيه منظومة انا اللي فجروا اللي تسمع عملية انتحارية فيها تونسي، يعني أبو مش عارف من التونسي تم تفجير سياراتي في مكان كذا كذا، أبو مش عارف من التونسي. تيسات ما يتقارنوش، ما عايش تقارنهم ببعضهم. انت معيش بتديروا جدار العازل هذا، تبي يديروا باش الارهاب متاعكم اللي طالع منكم باش ما يجيكمش يرد عليكم مخرع. احنا خلاص بدينا فيها ليبيا تو ننظفوا فيها شوية شوية تو يجوكم كله مظلومة. انتم رغم الامن اللي عندكم وغادي امن وامان واستخبارات وجيش ومش عارف شنو، يصير عن عمليات عندكم بالهبل،
مرة رماية في سوسة مش عارف كم واحد مات، مرة مش عارف حافلة مش عارف كم تيشانو. هذا ما يتقارنانش، ما عادش تقارنهم ببعضن، ما عادش تقارنهم ببعضن يا بارد يا حثالة يا زفت. تي ليبيا نجيب لك بالليبي، ليبيا صقع عليك، صقع عليك انت واي واحد من امثالك، طبعا مع احترامي للتوانسة اللي يفهموا صح. وننهي كلامي والسلام عليكم، وتحية من راجل ليبي أصيل يحب بلاده ومستحيل يبيعها، هيسبها 20 جنيه كيف ما باعها الحاكم متاعهم. هاي السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.